انت كمواطن مغربي اكيد غادي تكون كتفرج في برنامج اللي لالا العروسه اللي كيظهر كل نهار السبت، واللي كتسول واحد السؤال اللي غريب جدا جدا في العقل ديالك، واللي هو كيفاش برنامج لالا العروسه كيربح من هذا الشيء، وزيد عليه انه كيعطي دار، وزيد عليه العرس اللي خيالي جدا، وزيد عليه ايضا شهر العسل خارج المغرب. نتايا كمواطن غادي يبان لك هادشي، ولكن الا دخلنا وتعمقنا في هذا الفيديو غادي نكشف لكم الطرق اللي كيربحوا بها هذا برنامج لالا العروسه، وغادي تفهموا بلي انه هذا البرنامج ماشي غير برنامج ترفيه، ولكن راه حركه اقتصاديه اللي كتدور كل نهار السبت وكل عام ايضا فاش كيكون الموسم ديالهم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا معكم شي لايك وشي ابوني، ويلا خليونا نبداو. تخيل معايا غير في ليله وحده كيكون في ليله نهار السبت كيكون اكثر من 5 ملايين المغاربه اللي كيتفرجوا مباشره في التلفازه في برنامج لالا العروسه، وهذا الشيء كيعني انه الشركات قادره تستعد وانها تعطي الملايين غير باش يبان المنتوج ديالها ولا الاعلان ديال غير واحد 3 ثواني. وهذا الشيء كيوقع بعض المرات فاش كيقول لك بعد الاعلان غادي نرجعوا لكم بالمسابقه. وهذا الشيء ايضا اللي كيربحوا منه هاد الناس وهذا البرنامج لالا العروسه. وكاينه واحد الطريقه ثانيه اللي كيربحوا بها واللي هي ما كينتبه لها حتى واحد نهائيا الا قليل الناس اللي كيهضروا عليها، قليل واحد 3% ولا 5%، واللي هي البرودكت بلاسمون، باش هما ياكلوا ولا باش يلبسوا واحد الديكور، ولا فاش نعطيكم مثال واقعي فاش يكونوا كيطبخوا شي حاجه كيبان واحد المنتوج ديال مثلا زيت لو سيور، وهذا الشيء كيكونوا متفقين عليه ديجا مع الشركه ديال لو سيور باش انه يبان البرودكت ديالهم او المنتوج ديالهم باش يكونوا كيستعملوه. راه هذا الشيء كيتسمى بالبرودكت بلاسمون، واللي انا ما بغيتش ندخل فيه في البراندينغ بزاف نيت، وانه هذا البرودكت بلاسمون كيعني انه الماركه ديالك او لا غادي تستعمل في مباشر داخل ديك الحلقه، واللي بنادم ما كيعيقش بها بزاف، ولكن كاينين بعض الناس اللي كيعيقوا هذا البرودكت بلاسمون. ولكن دابا نجيو للنقطه اللي مهمه جدا جدا، واللي هو التصويت عبر الاس ام اس. شحال من واحد مواطن مغربي كيكون كيصوت جدا جدا على بعض الكوبل، مثلا كيقولوا لهم لا بغيتوا تصوتوا على الكوبل مدينه طنجه خاصكم تصيفطوا الرقم ديالو مثلا 3 لهذا الرقم كذا كذا كذا، ومباشره كيصيفطوا رمز الاس ام اس بواحد 5 دراهم ولا 10 دراهم، يعني ماشي مجانيه. ويمكن تبان حاجه بسيطه جدا جدا للمواطن، ولكن الا جمعتي هاد القدر هذا مثلا نقولوا انه كيتفرجوا في 5 ملايين يقدروا يصيفط غير 200 واحد، وهذا الشيء راه اموال طائله جدا جدا، وما يمكنش لينا حنايا نعرفوا شحال من واحد صوت. وزيد عليها انه هذا الشيء كيربحوا منه وراء الخفاء، ولكن الا جمعتي هذا الشيء مع الملايين المغاربه اللي كيديروا نفس الحاجه غادي تلقى راسك قدام واحد الرقم اللي كبير بزاف، واللي في بعض الاحيان كيغطي المصاريف ديال البرنامج لالا العروسه كامل، خصوصا في الليله ديال الفينال اللي كيكون هذا الشيء ديال التصويت على الكوبل اكثر وبزاف الناس كيتفرجوا. ولكن المفاجاه اللي كبيره غادي تصدمك، واللي هو داكشي اللي كتشوفوا نتايا من الاثاث وزيد عليها حتى الرحلات والسفر، ماشي الشركه لالا العروسه وبرنامج لالا العروسه اللي كيشريوهم، لا هذه عباره غليطه، واللي انهم كاينين شركات ومنعشين عقاريين كيعطيو شقق ومنازل مقابل الاشهار، يعني ماركات ديال الاثاث كتعمر بالضرب المنتوجات ديالها وكتكون عليهم العلامه ديال الطابع من صنع من انتاج شركه كذا كذا. وزيد عليها انهم غير باش يبان المنتوج ديالهم كيخلصوا عده ملايين للشركه باش يبان المنتوج ديالهم، ولا غير صنع فيه ولا اسم ديال الشركه. هادشي في البراندينغ كيكون مستوى ديال الارباح ديالو جد خيالي جدا، وما يمكنش لينا حنا نتوقعوها. ولكن الخلاصه ديال القول ديال هذا الشيء كامل اللي جمعت لكم في هذا الفيديو، اللي هو انه برنامج ديال لالا العروسه ماشي غير برنامج كيدخل الفرحه للقلوب ديال الناس، ولكن راه بالمشروع متكامل كيعرف كيفاش يحول المشاهده ديال الناس اللي كتفرج فيهم في التلفازه وحتى الاحلام ديال الناس المصدر داخل الملايين ديال الالاف. ولكن السؤال اللي خاصك تطرحه دابا انت كمواطن، واش حنا غير متفرجين ولا حنا جزء من هذه اللعبه؟ حيتاش حنا عندنا الحق اننا نتفرجوا، ولكن خاصنا نعرفوا باللي انه كل مره كتصيفط واحد لاسيميسيس اللي ب5 دراهم، ولا جمعنا مع عاده المغاربه غادي يكون كتربح هذه الامبراطوريه ديال لالا العروسه. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا معكم شي لايك وشي ابوني. كان معكم ايوب حكم، تهلاو.